ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نجهز مع بعض سفرة تالت يوم رمضان. اول يوم وتاني يوم اكلنا من نفس الاكل، فقلت بقى خلاص تالت يوم اعمل لي اكلة سمك كده معتبرة. هعمل النهارده سمك مقلي. بصوا، اول حاجه عملتها غسلت السمك، وبعد كده ابتديت احط له ملح بكمون علشان يظبط بس حدوقيته، يعني علشان لما بحط له التتبيله على طول بيبقى ناقص ملح، فيعني بحسه عادم كده. فحطيت له شويه ملح بكمون الاول، وبعد كده بعمل التتبيله بتاعته. دي احلى تتبيله سمك مقلي هتجربوها. بحط شويه توم وفلفل فلفل اخضر وشويه ملح بكمون، وبعد كده بعصر عليهم عصره ليمون. بصوا بيطلع لذيذ جدا، يعني انا جربت له كذا تتبيله. على فكره انا بعمله برضو بطريقه تانية، بحط توم وفلفل وملح بكمون وليمون وشويه خضره، يعني كزبره على شبت على كده، وبحط معاهم طماطمايه. دي نفس تتبيله السمك السنجاري يعني، بس انا كنت بعملها برضو في السمك المقلي. كانت بتطلع خطيره، بس انا بقيت استسهل عموما وبقيت احطها بقيت احط التتبيله دي، يعني اللي هو الفلفل والليمون والثوم. شفتوا هنا ايدي اتعورت فما قدرتش اكمل السمك، فجوزي الله يبارك له جه يكملهم يعني مكاني. نيجي، انا بتبل السمك من بالليل علشان يعني التتبيله يعني تمسك فيه كده ويبقى طعمه حلو خالص. فانا تبلته بالليل، وده بقى كان تاني يوم بدأت اعمل الرز الصياديه. بصوا، عملت البصل فرمته الاول في الكبه فرمه كده محترمه. عايزاه يتفرم ناعم، انا عن نفسي مش بحبه يبقى فيه حتت يعني حتت خشنه كده، او احبه متخرط على الايد. بحبه دايما يبقى مفروم ناعم. حطيت شويه زيت وابتديت احمر البصله، بقى هحمرها كويس جدا لحد ما البصله بقى تتحمر. قولوا لي انتوا عاملين ايه اكل النهارده، وقولوا لي عايزين مني وصفات ايه انزلها لكم في الفيديوهات اللي جايه يعني. حابين ان انا اقول لكم وصفه ايه، حلو او حادق او كده. واعملوا لي فولو علشان تشوفوا كل جديد، وان شاء الله هبهركم بشويه وصفات لرمضان وشويه افكار هتخليكم ما تحتروش ابدا في افكار الغداء. جينا بقى سيبنا البصلة تتحمر على النار. وبعد كده ابتديت ابدر السمك بالدقيق. حطيت يعني بدرت السمك بالدقيق، ده الموضوع ده مش محتاج يعني شرح كتير. السمك ده انا كنت نصه هعمله مقلي في الزيت، ونصه كنت هعمله في الاير فراير. رجعت تاني للرز. انا بحب اقلب الرز قوي كده في البصله، مش بحب احط الميه على البصله وبعد كده انزل فيها الرز، لا، لما بيتقلب كده بيطلع مفلفل وبيطلع طعمه احلى، يعني بياخد الرز الاول من البصله يعني كويس. سبت الرز بقى يستوي على نار هاديه، وابتديت احمر السمك. وفي نفس الوقت اختي كانت بتعمل السلطه عشان احنا في اليوم ده فطرنا مع بعض. المهم عايزاكم تقولولي كده وصلتوا في الختمه للجزء الكام علشان نشجع بعض باذن الله ونختم مره واتنين وتلاته. وبس كده. هغرف بقى اكل للكتكوت بتاعي علشان ياكل، طبعا هو ملوش ذنب يستنى لحد ميعاد الفطار. المهم لحد هنا الفيديو بتاعنا هيكون خلص. عايزاكم تقولوا لي رأيكم، واسيبكم بقى مع منظر سفرتنا الجميلة. وباي باي.